السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود يا شباب، أنا أحمد فوزي ودي كواليس فريلانسر. مساء الفل يا شباب. أنا عارف إن أنت وأنت شغال فريلانسر بيبقى الموضوع صعب شوية إن أنت تفضل متحمس وإن أنت زي ما بتقول بتمشي ورا شغفك، بس صدقني الموضوع ده شوية خرافات. بس هقولك إزاي إن أنت تقدر تنتج أكتر وتشتغل أكتر. بس على الأول أقولك إن ليه خرافات؟ هي مش خرافات، بس إن أنت تدور على شغفك. زي ما بسمع من معظم الشباب أول ما بيتخرجوا بيقول لي أنا مش عارف إيه شغفي. شغفك مش موجود دلوقتي. انت دلوقتي المهم بالنسبه لك ان انت تشتغل، بعد كده بتلاقي شغفك ممكن تلاقيه وانت عندك 40 سنه. لو ما اشتغلتش مش هتلاقي اللي تصرف منه، وساعتها شغفك مش هيفيدك بحاجه. في حاجه تانية ممكن يبقى شغفك في حاجه هي ما تقدرش تدر لك الدخل الكفايه بالنسبه لك، ساعتها تضطر ان انت تروح تشتغل حاجه فعلا تقدر تدخلك فلوس، وشغفك بتبدا تعامله ان هو حاجه جانبيه لحد ما تقدر ان انت توظفه صح فيبدا يدر لك الدخل اللي فعلا يكفيك. احنا في فريلانسنج الموضوع بيبقى شويه شبه المرجحه اللي بتلاقيها في الملاهي، شويه فوق وشويه تحت. ليه؟ لان الفريلانسنج هو مش ثابت لحد ما بتوصل لليفل معين، بس لحد ما توصل لده انت الحماس بتاعك اصلا بيبقى عامل شبه المرجحه دي معاه. انت شويه بتبقى متحمس جدا وعايز تبدا تشتغل وعايز تخلص، وساعات بتبقى انا مش عايز اشتغل. طبعا هو كفريلانسنج انت مش ماضي عقد مع حد ومش عايز حاجه من حد، فممكن تسيب الشغل وتمشي، بعدين تيجي ترجع وتندم انا ليه سبت الشغل ده. وده عادي ان انت لما حماسك يقل للشغل او ما تبقاش قادر تشتغل، ده طبيعي بيعدي علينا كلنا وانا اول واحد. بس صدقني في حاجات ممكن تستعملها عشان تبدا تخلي حماسك يبقى متوافق مع شغلك وما تفتقدوش في مره واحده وتحس ان انت مش عايز تشتغل خالص. اول حاجه ولازم تسال نفسك ليه انت اشتغلت فريلانسر من الاول؟ هل هي حاجه ماديه انت عايز فلوس اكتر؟ هل عشان حريه انت حر نفسك؟ هل عشان هي حاجه فليكسبل انت بتقدر تغير الوقت والمكان وتقدر تشتغل من اي حته في الدنيا وتقبض برضو عليها؟ لازم تحدد ليه، لان كلمه ليه ديت هي اللي هتبقى قارب الحياه اللي هيلحق الشغل ساعه ما انت تحس ان شغلك بيموت وانت مش قادر تكمله. فخلي على طول قدامك ليه انا بدات. لو ديت فضلت قدامك صدقني مش هتفقد الشغف لحد ما تحقق الهدف اللي انت كنت عايزه اصلا. لو انت نسيت انت بدات ليه هتقف، ولما يرجع السبب اللي خلاك تبدا هتضطر تبدا من الاول خالص. تاني حاجه وديت احنا قلناها في الفيديو اللي فات، ان انت لازم تحدد الهدف بتاعك وان انت لازم تجزئه. ديت مش بس بتعرف تخليك ان انت تدير وقتك صح، لا هي كمان بتخليك متحمس. ليه؟ لان انت خلصت جزء من الشغل، انت جوه مخك انت اقنعته ان انا خلصت جزء من الشغل، فساعتها بيحس ان هو انت كافئته، انت اديته حاجه من اللي هو بيحبها، فهو بعديها بيبدا يشتغل معاك في البروجكت اللي بعده واللي بعده واللي بعده. لكن لو حطيت لمخك حاجه كبيره قوي قدامه وقلت له هو ده الهدف بتاعنا، صدقني هو هيزهق منها. هو مش هيفرق ما بين الحاجه اللي انت فعلا عايز توصل لها والحاجه اللي انت بتشتغل عليها. ثالث حاجه وديت لازم تعملها ان انت يبقى البيئه اللي حواليك فعلا بتساعدك. يعني ما تبقاش انت بتشتغل في حته فيها دوشه كتير، او ان انت في حته انت مش مرتاح في قعدتك، لان شغل فريلانسنج ممكن ياخد وقت طويل جدا، بالذات ان انت لو بتشتغل على حاجات زي الفيديو اديتنج مثلا او بروجرامينج انت بتقعد بالساعات في نفس المكان. فلو انت البيئه اللي حواليك مش مساعداك صدقني شغلك هيبقى بطيء جدا وكواليتي قليله، ومع الوقت هتفقد الشغف ان انت تكمل في الشغل ده. فلازم تبقى البيئه اللي حواليك مساعداك. مش ده بس، لازم الناس اللي حواليك كمان يبقوا مساعدينك في ديت. حاول تحضر ايفنتس للفريلانس، حاول تدخل في الكوميونيتيز بتاعتهم مثلا على فيسبوك او انستجرام او اي حاجه ممكن تتواصل مع فريلانسرز زيك، لان هم على طول هيحفزوك. وبعدين لازم الناس اللي حواليك الدايره القريبه منك صحابك لازم يبقوا بيساعدوك في الحته ديت. حاول ان انت توصل لهم فكرتك وحاول تشرح لهم هدفك، لان لما يساعدوك هم بس مش هيساعدوك كمعلومات، هم هيساعدوك ان هم يحفزوك ان انت تكمل في الشغل. رابع حاجه وانت لازم تفضل تتعلم باستمراريه. اوعى توصل لنقطه انا متعلم ده وشاطر في ده فانا مش هتعلم غيره. التعلم هو اللي على طول هيخليك فوق الناس كلها. فانت لو ما اتعلمتش بالذات في الفريلانسنج، لان الفريلانسنج غالبا كل شويه بيتغير الشغلانات اللي فيه والمسميات بتاعتها وطرق الشغل نفسها، لان دلوقتي الاي اي بدا ياخد حاجات كتير منها وفي ناس بقت شاطره جدا في الفريلانسنج. فانت لازم تفضل متعلم، لان طول ما انت بتتعلم طول ما انت بتقدم شغل بجوده احسن، طول ما انت متحمس ان انت تتعلم اكتر وتشتغل اكتر. لكن اول ما تبدا ان انت ما انا مش متعلم ده والكلاينت يبدا يطلبه منك، او ان انت تلاقي ان في واحد غيري بيشتغل بيه، هو بيشتغل بالحاجه ديت وانا مش عارف استعملها، هيبدا تفقد الشغف بتاعك وتبدا تقول انا مش للشغلانه دي وتسيبها. خامس حاجه لازم تعملها ان انت تحتفل بنجاحك، ايا كان نجاحك ده كبير او صغير. انت تستاهل ان انت تحتفل بنجاحك. مخك ما يقدرش يفرق ما بين النجاح اللي انت عملته والنجاح اللي انت احتفلت بيه. لازم يشوف ان انا خدت ريورد على اللي انا عملته عشان يقدر يكمل معاك وينتج معاك اكتر، لان انت لو ما كافئتوش بحاجه
هو هيبطل يشتغل معاك وهيشوف ان التاسك اللي انت بتديله ده تقيل عليه ومش بيكافئ عليه، فهيبطل يعمله. تالت حاجه وديت مهمه جدا للناس اللي بتعمل ديزاينز مثلا او بتعمل اديتنج وعايزه تعرف شغل ناس تانية، ان انت تدور على الحاجه اللي تلهمك بالشغل ده. في ناس كتير بتقف في شغلها لمجرد ان هو ما عندوش الوحي اللي يخليه يقدر يكمل في الشغل ده، فانت لازم تبدا تدور على الناس الشاطره في المجال اللي انت بتشتغل فيه، دور على الفيديوز بتاعتهم، شوفهم فين على السوشيال ميديا، اسمع بودكاست ليهم، لازم تفضل حواليهم عشان يفضل مخك بيشتغل وبيجيب لك افكار كرييتيف اكتر واكتر. عشان لو وقفت عند الحته ديت وقررت ان انت ما تتواصلش مع اي حد من الناس ديت، هتقف عند نقطه ان انا مش عارف اعمل ايه جديد او اعمل ايه اصلا في الشغل اللي انا فيه. تابع حاجه وديت انا لسه معدي بيها، لازم توازن ما بين شغلك وصحتك او الاهتمام بنفسك عموما. لازم تهتم بنفسك على قد ما بتهتم بالشغل. انا عارف ان انت كشاب لسه متحمس زيي، بيجي لك شغل عايز تشتغل بسرعه، عايز تنتج على قد ما تقدر، عايز فلوس كتير، عايز توصل لكذا وكذا وكذا، عايز تبقى زي الناس اللي انت بتشوفهم على الموبايل. فكل الكلام ده بيخليك ان انت تفضل تحرق في نفسك بسرعه جدا في وقت قصير جدا، صحتك بتروح. انا فضلت اشتغل الفتره اللي فاتت كتير جدا لحد ما تعبت ومبقتش قادر ان انا انتج اي حاجه، وكانت النتيجه ان انا قعدت فتره بقول للكلاينت انا مش قادر اقدم حاجه لان انا تعبان. فاوعى تحرق نفسك في مقابل الشغل، صدقني صحتك اهم بكتير من الشغل لان هي راس مالك، فانت لو اهملتها انت بتهمل شغلك وبتهمل نفسك. اخر حاجه اقولها لك ان في حاجه احنا كلنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا منها، ان احنا بنقعد على السوشيال ميديا كتير جدا ومخنا بيبدا ما يعرفش يفرق ما بين الحقيقه واللي بيشوف في الشاشه. ده اللي انت بتشوف في الشاشه ده هو عباره عن تصوير لحاجه مكتوبه ومرسومه، انت بتشوف كتير قوي منه فبتبدا تطلع منه تشوف الحياه ايه ده، انا عايز ابقى زي الناس ديت، انا عايز كل يوم ابقى في بلد، انا عايز كل يوم اكل اكله مختلفه، انا عايز كل يوم يبقى معايا عربيه مختلفه. وساعتها مخك بيبدا يحبط بشكل بشع، مبقاش عارف الفرق ما بين ده السوشيال ميديا والناس ديت يا اما نجحت قوي وخدت وقت كتير قوي فانت مش شايف التعب اللي ورا الشغل ده كله، يا اما ديت حاجات مصوره. يعني ممكن حد يبقى شغال مثلا في التشانل او هو ماسك اكاونت وده شغله، فهو لازم يطلع لك باحسن صوره. الحاجات دي كلها مش بتبان، فمخك ما بيقدرش يفرق ما بينهم، وساعتها بيبدا يحبط ويبدا يحس ان هو مش عايش الحياه اللي هو عايز يعيشها. نصيحتي قلل شويه من الفرجه على الناس دي كلها، حاول تتفرج اكتر على حاجات تفيدك، ولو هتتفرج على حاجات فيها هزار او فيها سفر واكل والحاجات دي، حاول الاول تعلم مخك ان ده في الموبايل بس، ده مش الواقع. هو موجود في الواقع لو اشتغلت كتير قوي وتعبت كتير قوي زي الناس اللي انت شايفها، حاول تعلم مخك ده. وده طبعا ما يغنيش ان انت تتفرج على كل فيديوهاتي اللي انا فيها والفيديوهات اللي فاتت، لازم تبقى عارف ان انت مش لوحدك اللي ممكن تفقد الشغف في وقت ما، والمحطه اللي انت تقف فيها ديت لازم تلاقي اللي يرجع يشحنك تاني ويخليك تقدر تكمل باقي المحطات، لان انت لو وقفت في حته صدقني هتيجي بعد فتره وتندم انا ليه وقفت هنا. ممكن تبقى الحاجه ديت مش بايدك، انا متفهم ده، بس لازم تبقى بتدور على طول على الالهام اللي حواليك ان انت تفضل مكمل. بس كده يا شباب، يا رب اكون فدتكم فيديو النهارده. لو عجبك المحتوى وعايز تعرف اكتر عن الفريلانسنج ممكن تعمل لايك وسبسكرايب وهتلاقوني على الانستجرام وعلى التيك توك. سلام.